سيبي لي سير سيبي لي يجي الوسط. حنا دابا في سلا مع المندوبيه ديال سلا. كاين واحد الافتتاح ديال الموسم الكشفي 2023 2024. كنتمناو التوفيق لجميع الاخوان في هذه المندوبيه هذه وسائر المندوبيات على الصعيد الوطني ان شاء الله. ديال منظمه كشاف الوحده العربيه. نعم. مرحبا بكم في مندوبية سلا ديال منظمة كشاف الوحدة العربية اللي عندها اليوم إن شاء الله حفل ديال الافتتاح وتتوج احتفال ديال عيد المسيرة الخضراء. النشاط اللي تيعرف واحد المجموعة ديال الأطفال اللي غيديروا واحد المسيرة هي صغيرة إلى حين الدخول إلى القاعة. ترحبوا مع القيادة العامة والقائد العام ديالنا الإخوان ديال جميع القيادات وجميع الحضور وشكرا لكم جزيلا. كشاف دائما مسعد. كشاف دائما مسعد. نشيد وطني بحرارة. نشيد وطني بحرارة. نشيد وطني بحرارة. أرسل. كل
الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، القيادة العامة في صفة القائد العام لمنظمة الشبكة العربية صنف الجنوبي، أعضاء المفوضية تنمية القيادات، أمهات وآباء ولادات الشبكة، الحضور الكرام، قائدات المنظمة، أحييكم تحية الإسلام، أحييكم تحية خالصة يتجدد تقابلكم بعد موسم تربوي في السنة الماضية. اليوم نلتقي مع موسم جديد نعلن بدايته من خلال هذا الحفل الافتتاحي، والذي يتزامن مع تفيد المغاربة بذكريتين عزيزتين، وهما ذكرى المسيرة الخضراء وذكرى الاستقلال. الحمد لله أن وفقنا أن نصل إلى هذه اللحظة التي نقف أمامكم بها من إعدادات وترتيبات. الحمد لله أن فريق العمل يسعى بشكل جدي ودؤوب على التطوير وعلى تقديم جديد وتقديم إضافة، وذلك لن يتم إلا دائما بالتطوير المستمر والرفع من القدرات، وهذا ما سينعكس إيجابا على المنخرطين من أبناء المنظمة من أطفال وبنات شباب اللي هما قيادات، لأنهم كنهضروا على التشكيلات كنهضروا واحد العدد ديال المصطلحات، وهذو تيجي مع الممارسة اللي هما أشبال الزهراء، الشفا والجوالة والدليلات، وأيضا المرشدات. باش ما نطولش عليكم، الحفل ديالنا مرحبا بكم فيه، كنشكروا كاملين على كل سهم من قريب ومن بعيد. كنعطي الكلمة للسيد القائد العام. تحية شوية باسمي وباسم جميع إخوانكم في منظمة الشبكة العربية القيادة العامة ومن خالدها على استضافتنا في هذه المناسبة اللي هي كتجمع ثلاث مناسبات: ذكرى المسيرة 48 المسيرة الخضراء، وذكرى عيد الاستقلال، هذو ذكرتين عزيزتين، وكذلك مناسبة انطلاق الموسم الكشفي لمندوبية مدينة سلا. وحنا في المنظمة ما علينا إلا أننا نباركوا الجهود والعمل اللي كتقوم به النوبية ديال سلا بجميع مكوناتها، لا على مستوى من الشبل إلى آخر القاعدة، بمعنى جميع الأطر والأشكال الزهرات والكشافة والمرشدات اللي ساهموا في تهيئ الظروف ديال هذا اللقاء كتشكرهم المنظمة والقيادة العامة على هذا العمل. ولو أن الكشاف لا يفتح، هذا واجب على الكشاف. كما أشكر جميع الآباء والأمهات الذين يساندون المنظمة على المستوى المحلي في حضور أنشطة المنظمة، وهذا كيعني لأن إيران هذا هو الميزة ديال الكشاف. حنا وكذلك كنشكركم على التعليم، نتمنى التوفيق للمندوبية، ونتمنى التوفيق لجميع الأشبال الزهرات ديال مندوبية سلا كسائر المندوبيات في المغرب، ونشكر الآباء والأمهات مرة أخرى على دعمهم للمنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعوا قائد جهوي سمو بن علي، قائد جهة رباط سلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك انا بدوري تنتمم العمل ديال مندوبيه سلا بصفتي مندوب الجهوي ديال رباط القنيطره. تنعتبر هذه المندوبيه ديال سلا من احسن المندوبيات النشيطه داخل الجهه. تنشكروا السيد المندوب السي خالد البدراوي واعضاء المكتب ديالو وجميع القاده والقائدات اللي تيشتغلوا في المندوبيه ديال سلا، الوزارات كشافه ومرشدات، كذلك الاباء والامهات ديالهم على الدعوه ديالهم داخل هذا الحفل الحضور ديالهم. شكرا جزيلا لهم. شكرا قائد بن علي.
مشاعرنا الغرام الآن